السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. محدش فينا عمل المكرونة كل مرة بنفس الطعم، لازم كل مرة بيطلع طعمها مختلف وبيبقى حلو طبعا. بس الطريقة اللي هعملها بيها النهاردة دي حقيقي طعمها مختلف عن كل مكرونة عملتوها قبل كده. انا هنا مستخدمة كيلو مكرونة، فجبت 10 طماطمات كبار و3 بصلات كبار و5 فصوص توم. حطيتهم في حلة على نار هادية ينزلوا كل المية بتاعتهم، ما حطيتش اي سوائل خالص معاهم، المية دي كلها نازلة منهم. هنا كنت بغطس البصل في المية اللي نزلت من الخضار كويس عشان يستوي معانا ما يبقاش ناشف لحد زي ما انتوا شايفين كده، ووصلوا معانا للقوام ده وللسمك ده. يعني تضغطوا بالمعلقة كده في الثوم وفي البصل يتقطعوا معاكوا شوية. زي ما انتوا شايفين كده الثوم اتقطع بكل سهولة. هحط شوية مية صغيرين من مية سلق المكرونة. انا كنت سلقة مكرونة سباجيتي عشان بس يمشي معانا بالهاند بلندر او في الخلاط عادي، وضربتهم كويس بالهاند بلندر لحد ما نعموا معانا خالص، نعموا بقى بالثوم كده، ميبقاش في اي تكتلات في الخليط، يبقى ناعمين قوي زي ما انتوا شايفين كده. الحركة دي يا جماعة بتخلي طعم صوص المكرونة بجد في حتة تانية. وجبت بقى شوية زيت وحطيت فيهم فصين توم صغيرين يتشوحوا بس يصفروا كده حاجة بسيطة خالص، ونزلت عليهم بقى بالصوص اللي انا عملته بالطماطم والبصل والثوم، وحطيت شوية فلفل اسود، شوية بابريكا، وانا حطيت مكعب مرقة وده اختياري، بس انا معايا الصراحة بيظبط الطعم وبيدي نكهة في الاكل، طعمه حلو في المكرونة بالذات. وحطيت رشة سكر. وحطيت انا بصراحة ما حطيتش ملح، يعني لان المكرونة كنت حاطة في مية السلق ملح، والمرقة الدجاج برضو مملحة، فانا بالنسبة لي كان الملح عندي مظبوط. انتوا ممكن تتابعوا السوا وتتابعوا الطعم براحتكم، ولو محتاجين ملح حطوا، مش محتاجين خلاص. هنحط كمان معلقتين صلصة كبار من ما هو معجون الطماطم الجاهز، لو مش عايزين تحطوا براحتكم برضو، بس هي بتديها طعم برضو ولون جميل. وهنقلبهم كويس مع بعض، وهنوطي عليها خالص، تبقى على نار هادية تتسبك شوية براحتها. حقيقي يا جماعة طعم الصوص ده هتلاقوه مختلف تماما، عشان خطوة اللي عملناها في الاول ان احنا حطينا البصل والثوم والطماطم ينزلوا ميتهم لوحدهم. الخطوة دي بجد بتخلي الصوص، ممكن تكون بالنسبة لكم ما بتفرقش معاكم في الطعم، بس لا، جربوها وهتعرفوا ان هي بتفرق كتير قوي. انا هنا حطيت المكرونة، انا عشان عندي اطفال صغيرين ما بيعرفوش ياكلوها طويلة، فبكسرها على قد اكلهم. وهنا عشان يبقى فيها شوية صوص حطيت برضو شوية مية من مية سلق المكرونة. حقيقي طعمها وهم والله بجد زي اي باستا بنشتريها، باستا ريد صوص في اي مطعم، وحياة ربنا مفيش فرق. حابين تحطوا شوية زعتر حطوا، ريحان، اللي انتوا عايزينه، بس انا بصراحة بحبها كده. طعمها غني قوي، وكمان مفيهاش زيوت ودهون كتير، حلو طعمها حلو جدا، والولاد هيحبوها قوي 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 قوي. جربوا بس تعملوها بالطريقة دي، وهتعرفوا قد ايه هي مختلفة وجميلة ولذيذة، ومش هتبطلوا تعملوها غير بالطريقة دي. يا ريت يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد انا بنزله.